وانت عايز يوم الخميس اللي جاي تجيب لي حكم مصري يحكم ماتش زمالك واهلي؟ مين الحكم المصري اللي اثق فيه؟ هما 2 3 ولا مين الحكم المصري اثق فيه؟ اثق في مين؟ اثق في مين؟ في حكام بتخاف. اثق في مين؟ في حكام فاقده الشخصيه جوه الملعب، بيترعبوا. حكام خايفه على مستقبلها انها تحكم بعد كده، لا الا بيقعد سنه، لو غلط في حق الاهلي بيقعد سنه ما بيحكمش، بيقعد في بيته. واجمد حكام ابراهيم نور الدين قعد سنه ما يحكمش النادي الاهلي. سنه. محمد عادل الاهلي كسب معاه، طلع عليه احتواء، قعد بتاع 8 شهور ما يحكمش للاهلي. ايه ده؟ ايه بجد والله ده؟ ايه التحكيم ده؟ حكام يروحوا ماتش بيراميدز والاهلي في السوبر اللي احنا انسحبنا بسبب الظلم البين اللي علينا، يتضربوا. محمد الشناوي يطلع يضرب، وعلي معلول يضرب، والحكام قدام عينيهم، والمراقب يقول لك، كابتن عامر حسين يقول لك حكم ما عملش حاجه، ما كتبش في تقريره، ولا المراقب كتب في تقريره، ولا حد كتب، ولا حد شاف. مصر شافت، والامارات شافت، والوطن العربي شاف، وكل الناس اللي بتتفرج على ناس شافت محمد الشناوي وهو بيجري، وهاني عبد الفتاح هو اللي واقف في النص. هاني عبد الفتاح بيحكم عادي دلوقتي، حكم ماتش واثنين وثلاثه، وبنا حكم ماتش واثنين وثلاثه عادي، وبعض المحللين دول 10 على 10. 10 على 10 الاهلي كسب يا جماعه. 10 على 10. اصل احنا عينينا مستغميه، ما شفناش الشناوي اللي هو لسه ضارب لعيب واخد 3 ماتشات في الدوري، راح ضرب الشيبي قدام عين البشر كلهم، قدام عين الحكم، واترعب، خاف. تبوظوا الماتش يا عم، ده احنا بنلعب في الامارات. اوعى تبوظ الماتش، اوعى تطرد لعيب من النادي الاهلي، عيب. ايه يا جماعه ده؟ اليو ديانج، الاستاذ احمد الغندور، اليو ديانج يخش كده، لا انذار، ما لا تستحق. اشرف بن شرقي كرة عاليه، واحد جاي من وراه بيعملها كده، بيوقفها كده، فراح جاي في صدره. ايه ده؟ طرد. يعني ولا ترتقي بقى، ولا قوه، ولا سرعه، ولا ايده ولا رجله مفروده بكل قوه، ولا رجله متنيه. ده واحد بيعمل الكرة كده، الكرة عاليه بيعملها كده، راحت جايه في صدر اللعيب وهو جاي من ورا، طرد على طول اشرف بن شرقي. لكن كرة ما بين الاثنين، اليو ديانج طق، اقطع الفانيلا، علم على القفص الصدري، لا انذار. النهارده يا جماعه ايه ده؟ 3 حالات، انا بقول لكم 3 حالات. ده الراجل ده في لعيب كان بيلعب في المقصه، راح لفيوتشر ولا مش عارف، راح لبيراميدز، مش فاكر بيراميدز ولا فيوتشر يا جماعه، اسمه هشام، كان بيلعب في المنتخب الناشئين ولا المنتخب الاولمبي. هشام، لا مش هشام محمد، هشام بيلعب باك رايت، كان بيلعب في المقصه، والمقصه نزلت درجه ثانيه. الاهلي لعب مع المقصه في الكاس، فضلوا متعادلين 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 لغايه ما جت الدقيقه 92، راح نادر امر الدوله حكم، وفي واحد قاعد على الفار ما حسبش حاجه، راح جايب له زاويه، هشام حافظ جايب له زاويه ان الكره جت في ايد هشام حافظ، وهي الكره ما جاتش في ايده، جت زاويه من ورا الجون، اتسربت ان الكره ما جاتش في ايده خالص. الواد يا عيني اقسم بالله من كتر الظلم هيتجنن. نادر امر الدوري راح طرده، اداله طرد في الدقيقه 92، وطلعت المقصه من الكاس، وخلت الاهلي، كان رامي ربيعه اللي جابه باين ولا ما اعرفش ايه، في الدقيقه 93 و 94 احرز الهدف. الواد من كتر، حرام عليك، اقسم بالله ما جت في ايدي. الواد من كتر الظلم اللي شايفه، واحد محسوب عليه ضربه جزاء والكره ما جاتش في ايده، والفار والحكم راحوا شافوها وقالوا انها جت في ايده. شوفوا كميه الظلم اللعيب يحس بيه، يحس انا كره جت في ايدي وبتحسب عليها ضربه جزاء، وانا اساسا الكره ما لمستش ايدي خالص، دي معديه من تحت ايدي، عديه من تحت ايدي، جت في صدري وطلعت. حاجه مش طبيعيه، مش طبيعية. النهارده في ماتش اللي قال لك قوموا الدنيا عليا عشان قلت مهدي عبيد الكره، يا ابني عندك 6 زوايا، يا ابني عندك 6 زوايا. يقول لك انت بتقوم علينا، ده احنا رايحين الرجاء وكده، انت بتسخن جمهور الرجاء علينا، واحنا لازم نرجع سالمين غانمين. ايه ده؟ كل ده عشان اتكلمت ان الكره في الركبه ما جاتش في الايد واتحسبت، وصعد
النادي الاهلي بالكره دي، بضربه الجزاء دي، الظلم دي. النهارده النادي الاهلي بياخد 3 نقط وهو عنده لسه ماتشات كتير، هياخد كده كده الدوري. 3 نقط بظلم باين، الكره ما جاتش في الايد خالص، ما جاتش في ايد اللاعب نهائي، واللعيب يا عيني مش عارف يتكلم. النهارده باهر المحمدي، عشان الاخ محمد هاني، باهر المحمدي النهارده مش هيلعب ماتش الداخليه اللي هو اهم ماتش، خد الانذار الثالث، كان ساكت. حمزه الجمل قال لهم ما حدش يعترض على الحكم، ما حدش يفتح بقه على الحكم، سيبوني انا اللي اتكلم، لان هو محتاجهم ماتش الداخليه. ماتش الاهلي ده مؤجل. النهارده حضرتك الاسماعيلي بيجيب هدف التعادل، حضرتك بتلغوه وجايب زاويه مش واضحه، واحمد الغندور اقتنع بالزاويه اللي مش واضحه، وانت عندك زاويه واضحه ان الكره ما جاتش في الايد خالص. وضربتين جزاء، ضربتين، الاولى ما تحسبهاش، والثانيه مليون في الميه الشبراوي رايح انفراد من عبد المنعم وخده في ظهره، وانا بجري اي واحد هيزقني من ظهري كده زقه خفيفه زقت خلاص، هو مش ملوش دعوه بالكوره، هو مش كتف في كتف، هو مش مستحوذ على الكوره. الشبراوي رايح هو والجول، واللاعب بيلزق فيه من ورا ويزقه، زق اي زقه وانا بجري، اي زقه بتوقعني. لا ما احسبش، لا ما فيش حاجه، الفار ما قاليش احمد الغندور يا نجم، يا نجم، انت نجم يا احمد يا غندور، نجم، ما تخافش، الاهلاويه جدعان معاك. ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ بجد الواحد بجد يعني ايه ده؟ نفسنا بقى يكون في تحكيم عادل بقى، نفسنا بقى يكون في نظام وسيستم للمسابقه وللكره في مصر. انتوا زهقتونا، والله العظيم زهقتونا. ايه ده؟ ايه ده؟ كرة مش كرة، ايه ده؟ هو لازم يخش هدف، لازم يخش هدف، نقعد نجيبه من فوق ومن تحت طيارات هليكوبتر. انتوا عايزين طيارات هليكوبتر بالفار، يعني طيارات هليكوبتر تجيب لكم الفار. واولاد العاملين، مش معقولة يا جماعة، مش معقولة. حكام خايفة، وحكام بتعمل حساب، وحكام تحس ان هي شخصيتها في الملعب قلقانة، وحكام ايه ده؟ الناس اتجننت، وتقديرات فنيه غلط. كره كريستو اخر كره بيعدي كده عادي عادي، محمد الباك ليفتر اتزحلق بوز رجله، لعب الكره حسابها فاول، اللاعب كان هيتجنن. ايه ده؟ مش معقول يا جماعه. ويجي في ماتشات الزمالك جامد يا قوي، والله يعني بجد الواحد بجد ايه ده يعني. تصريح محمد حسن اهو، اقسم بالله الكوره ما جت في ايدي، والكوره فوق اهي، كوره جت في الفخذ وغيرت اتجاهها، وايده بعيده، وانا والزاويه واضحه، ولو عدت الزاويه دي مش عارف انا المخرج عادها قبل الفار وما جاش عاد، ويجي حسب حجاج يجيب له الصوره اللي هي مش واضحه، اللي هي تشكك. اذا فاكرين الكوره بتاعت الرجاء، الزاويه اللي جت بينت انها في الايد، والناحيه الثانيه بينت انها في الركبه. النهارده الزاويه اللي يجيبها له اللي تبين انها ما جاتش في الايد هي الزاويه دي. لا، حسام عزب جاب له الزاويه الثانيه اللي هي قعد يدعي له مره واثنين، 3 و4، 5 و6، 7 و8، والغندور هاند بول. والله العظيم ما حد، الحكم نفسه ما عندوش يقين، اقسم بالله من الزاويه اللي جايبها له دي. حتى حسام عزب حجاج عامل جايب الفار وهو ما عندوش يقين. الزاويه الثانيه هي اليقينيه، هي اللي تبين. لكن للاسف ظلم بين، ظلم بين، ظلم تحكيمي بين، حتى وانت متقدم، حتى وانت اقرب للدوري، ظلم بين.